ماتش الاهلي والزمالك بعد بكره ان شاء الله يوم السبت. وانا عامل الفيديو ده مخصوص، ده رساله لمستر كولر. انا عارف انها ممكن ما توصلش، بس انا بحب اعمل فيديو كده، اقول اللي عندي، اقول اللي جوايا يعني. برجاء مستر كولر ما تألفش، عشان خاطر ربنا ما تألفش في التشكيل. تشكيل الاهلي معروف ومظبوط. اذا حبيت تركن اشرف بن شرقي على الدكه للشوط الثاني مفيش مشكله، محدش هيزعل ولا حد هيعترض. بس العب بالملعب معدول، عشان خاطر ربنا العب بالملعب معدول. يعني ايه معدول؟ يعني الاجنحه اجنحه، راس الحربه راس حربه، وخط النص خط نص. ما تقعدش تشقلب لنا في الملعب عشان تحرق دم الناس. دبيس شمال، محمد هاني يمين، ده منه حسين الشحات. وشمال انا اتمنى ان انت تلعب بجناح شمال جراديشار. عايز تلعب بامام عاشور مفيش مشكله، بس انا كان نفسي ان جراديشار يبتدي جناح شمال، قدام منه سام ابو علي وتحت منه امام عاشور. جراديشار لعب قبل كده في النادي بتاعه، لعب قبل كده جناح واجاد. راجل سريع والاوفر بتاعه مظبوط، رجليه مظبوطه في الاوفر وكده. بدل ما تهلكه في راس الحربه والالتحامات، انا اعتقد ان هو مش بتاع التحامات. هو على قد ما هو كويس ممتاز جدا في اخذ اماكن، بياخد اماكن كويس قوي، بيتحرك كويس قوي، بيفتح مساحات للي جاي من نص الملعب كويس قوي. بس في وجود وسام ابو علي، وسام ابو علي لا يعلى عليه. وسام ابو علي ما بيسيبش باك، يلعب الكرة براحته، ضغط 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 ضغط. وبرجاء انا اتمنى ان انت تلعب ضغط جماعي على قلب الدفاع بتاع الزمالك. خط الدفاع ما بينقلش كرة كويس، لو ضغطت عليه ممكن تخلص الماتش سكور. انا ما بقولش ان انت تفتح الملعب وتسيب يعني الضغط يبقى على فترات. الدفاع هيغلط كتير، حسام عبد المجيد اذا كان الونش هيغلطوا كتير. فبرجاء اعدل الملعب، مش كل ماتش للاهلي والزمالك نلاقيك. يعني انا اتمنى ان انا ما اشوفش كريم نيدفيد في الملعب، يعني اتمنى ما اشوفوش في القاهره خالص. يعني يا ريت يعني ما يبقاش عندك 100,000 واحد خط نص وقعدوا على الدكه ومنزل لي كريم نيدفيد. يعني مش عايزين توصل للجمهور ان انت نازل تأمن خط النص عشان تدافع. انت دلوقتي في حالة قوة، حالة قوة، انت مش في حالة ضعف. الزمالك دلوقتي هو اللي عامل حسابك، واللعيبة مرعوبة بسبب الغيابات اللي عندهم وقلة الكواليتي. فانت ده لازم تستغل ده، لازم الضغط يبقى من قدام، تضيق المسافات ما بين الخطوط بتاعتك وتضغط من قدام. هتعمل سكور، والله هتعمل ريكورد.